دلوقتي يا جماعه احنا قاعدين قعده صحاب كده، وقالت لي مش هقول لك اللي انا عايزه اقوله لك غير لما تفتحي الكاميرا. قالت لي افتحي الكاميرا وانا عايزه اقول لك حاجه، بس مش عارفه، ربنا يسترها ما تحرجنيش قدام الكاميرا عشان صحابي بقى وانت عارفين. بصي انا ده كنت عايزه. هو مين ده؟ انا عارفه يا اختي. طب كويس ما حرجتني. حاجه عن الفراق. انسب حاجه يتقال له: انا لما حكيت عن ناس قبلك خذلوني في عز ما بقى منهم، كان قصد ان انت تشيل عني، مش قصد تقلد افعالهم. انا كنت براهن نفسي عليك وبراهن قلبي واحساسي، مش كنت تقول انك منهم؟ كان ليه بتوهمني انك ناسي انك سندي وعزوه وبيت، وانك زي ما انا اتمنيت خليت في قلب الاسئله تضربني 100 مليون قلم على قلبي لاجل ما يتعدل ويشوف حقايق. كان ليه يآمن للبشر؟ كان ليه يشوفك ملجأه؟ ما انتش وفي وما انتش بريء، ولا ليك في روحي حاجة تشفع لك. انا كنت بسمع فيك حاجات وبشوف عيوب، الكل قال ما تقربيش، سديت وداني وكنت بسمع لك. العيب عليا عشان مديت ايديا في كيس خلايق متعابة، بشيل هموم الناس وهمومي في قلبي دي متسابة. طفولية زيادة ما بنكرش، حساسة وجدعة، فلذلك بدفع فواتير اختياراتي. كان لازم قبل ما اختارهم اختبر الساكن جواهم، وبحب في ناس ورب الكون افعالهم سودة وسابقاهم. فاسمع، بلاش قلبك يسوق عقلك وتحسن نية مع غيرك، بلاش يعني يزيد عشمك وتمشي في سير ماهوش سيرك. خون قد ما تآمن وما تآمن للي عاب غيرك، وما تآمن للي عاب غيرك. قعدة صحاب في يوم سادة يوم رمضان النهارده. قلنا نتجمع من وسط قعدة الصحاب قدرت اوصف حرفيا وصفت كل حاجه. يعني خلاص قلت كده كل حاجه. يعني انا فتحت الكاميرا خلاص كده، خلاص كده نقفل الكاميرا بقى.